نقف جميعا دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق. جراء ما ارتكب بحقها من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي والتغييب والاختفاء على يد أزلام نظام البائد والعصابات الإرهابية، لتكون صرخة قوية في سبيل استرجاع الحقوق المغتصبة ماديا ومعنويا عن سنوات الظلم والقهر والقمع الطويلة، والكشف عن مصير الشهداء الأبرار والمغيبين قسرا والاحتفاء بهم. وننطلق بقوة وصلابة من هذا المنبر لنطالب سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية بتطبيق الأحكام والقرارات والتشريعات بشأن اعتبار ما تعرض له المكونين الفيلي واليزيدي جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية بكل المقاييس والأعراف، حيث مرت كل هذه الأعوام ولم يتم إنصاف الضحايا المغدورين لحد الآن، بالرغم من الوعود والتعهدات والالتزامات الدستورية والدولية والقضائية والقانونية والحقوقية والإنسانية التي تقتضي بإشراك مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية دون إقصاء وتهميش، وبما يكفل تمثيله السكاني العادل وعدم إفساح المجال للمتاجرة الرخيصة من قبل أطراف عديدة تدعي تمثيلها في كل أفعالها وتصرفاتها التي أثبتت فشلها الذريع في تحقيق المنجزات والمكتسبات على أرض الواقع، وأسهمت بتجاربها المريرة وأخطائها المتراكمة طيلة عقد من الزمن في إفشال توحيد صفوف المكونات ومنع إحياء مشاريعها. وبهذه الأهداف النبيلة ولد مؤتمرنا المبارك هذا بسواعد الخيرين والشرفاء وعلى بركة الله من أجل تحقيق الغايات المنشودة وإعلاء كلمة الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كلمة الجبهة الفيلية يلقيها الأستاذ حميد رشيد. تحية وتقدير لكل الحضور بدون استثناء. مشاركتكم هنا أكبر شرف لنا، ولا يسع الجبهة الفيلية في هذه المناسبة وفي هذا المؤتمر إلا أن يسلط الضوء على قرار المحكمة الاتحادية. أما المعاناة والاضطهاد والتهميش فما يعني الكل تعرفه وما نريد نعيده مرة ثانية. تحية وتقدير للكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذوات الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامنا مع انعقاد هذا المؤتمر أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 43 لسنة في 22/2/2022 بشأن تحقيق المساواة الكاملة بين مكونات الشعب العراقي وحقوقها الدستورية والسياسية والانتخابية. كلمة حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية يلقيها الأستاذ حسين حجي. هذا الحضور في هذا المؤتمر المبارك، ونتمنى لكم جميعا النجاح والموفقية إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات الحضور، وكما نعلم ما يمر به العراق وبعد مرحلة داعش الإجرامي من الصراعات السياسية في الظرف الحالي، ولكن ما مر به المكون الأيزيدي في العراق بموجة من الإبادات العرقية والتي تعرضوا لها
من القتل والتهجير القسري وسبي آلاف النساء وقتل الأطفال على يد هذا التنظيم الإرهابي المجرم، بحيث انطلق الحزب ومنذ بداية تأسيسه على تشخيص وتدقيق للأوضاع التي يعيشها شعبنا الأيزيدي، وكذلك تحديد ودراسة الأسباب والدوافع وتحديد موقع الخلل التي تعرقل بنهوض أو تقف عائقاً في نهوض هذا المجتمع، ومنه الأسباب الموضوعية بما فيه سلطوية الأنظمة الاستبدادية. والآن مع كلمة المرأة الأيزيدية تلقيها السيدة سهام دخيل شمرة. الرجاء الالتزام بالصمت. بداية نتقدم بالتحية والسلام لكافة المشاركين والضيوف. باسم نساء الأيزديات نهني ونبارك انعقاد المؤتمر الأول للكرد الفيليين والأيزيديين، ونتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف التي تسعى إليه. باسم نساء الأيزديات تعرضت المجتمع الأيزيدي على هذه الجغرافية وعبر التاريخ إلى 74 إبادة جماعية، وفي كل الإبادة استهدفت القوى السلطوية المرأة بشكل أساسي. لقد أرادوا من استهداف شخصية المرأة القضاء على ثقافة وإيمان وإرادة المجتمع الأيزيدي. وإبادة الأخيرة التي تعرضت لها المجتمع الأيزيدي بتاريخ 3 آب عام 2014 على يد مرتزقة داعش في شنغال كان المثال الحي لتلك المآسي. كان النساء من الضحايا الأكبر عدداً، كانت النساء من القتل والمؤسات، حيث اختطفت الآلاف من النساء وتم بيعهن في أسواق الموصل والرقة، تعرضاً للعنف والاغتصاب وكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي، كما أجبرهن قسراً على ترك ثقافتهن وإيمانهن ولغتهن. إلا أن عديد من النساء الأيزديات قاوموا رغم كل الظروف، من أمثال شهيدة جيلان والأمة جولين. لقد قطعوا الشرائين إيديهن كي لا يسقطن في أيادي مرتزقة داعش، ألقوا بأنفسهم من فوق الصخور وفضلوا الموت على الاستسلام. للمرأة الأيزيدية لها تاريخ عريق في المقاومة.